السلام عليكم، أهلا بكم في قناة تحليلاتكم. تصريحات خطيرة وقوية جدا من المدير الفني لنادي بالميراس المدير الفني البرتغالي أبل فيريرا. أدلى بتصريحات قوية جدا عن النادي الأهلي وقوة النادي الأهلي وعظمة النادي الأهلي، خاصة قبل المباراة المرتقبة في الجولة الثانية من بطولة كأس العالم للأندية 2025 اللي هيكون طبعا فيها الأهلي وبالميراس. قال لك كيف التصريحات المهمة دي عن النادي الأهلي؟ قال لك مبدئيا كده الجميع قبل البطولة كان فاكر ان المجموعة بتاعة النادي الاهلي وبالميراس دي اضعف مجموعة او مجموعة في المتناول بالنسبة لنادي بورتو البرتغالي وبالميراس البرازيلي، ولكن بعد الاداء العالي والاداء الكبير طبعا من النادي الاهلي في الافتتاح امام طبعا ميسي ورفقائه طبعا فريق انتر ميامي، اصبح الناس كلها دلوقتي عرفت مدى قوة النادي الاهلي ومدى قوة المجموعة اللي وقع فيها طبعا بالميراس. قال لك طبعا الجميع الفرق دلوقتي متساوية في النقاط بعد التعادل السلبي ايضا مع بورتو البرتغالي اول امبارح طبعا في المباراه بتاعتهم. اصبح دلوقتي كلنا عندنا نقطه وحيده، المباراه اللي جايه طبعا هنواجه فيها النادي الاهلي المصري. النادي الاهلي المصري لديه طبعا خط دفاع قوي، ايضا خط هجوم قوي يمتاز طبعا بالسرعات والمراوغه البدنيه والقوه البدنيه طبعا والمهارات يعني الشخصيه للاعبين سواء زيزو او تريزيجيه او حتى طبعا الصاروخ طبعا وسام ابو علي والتسديدات الناريه، بالاضافه الى ان النادي الاهلي يمتلك الى حارس مرمى كبير طبعا محمد الشناوي، وازاي شفنا تالق في مباراته مع ميسي في الفرص اللي جات لنادي انتر ميامي طبعا في الشوط الثاني، ولكن النادي الاهلي كان مسيطر على المباراه. النادي الاهلي كان يستحق الفوز في الشوط الاول، خاصه بعد ما اضاع ركله الجزاء طبعا محمود تريزيجيه، ايضا جالهم هدف وتم احتسابه تسلل، ايضا غير الهجمات الخطيره اللي سيطر فيها النادي الاهلي. فقال لك النادي الاهلي فريق متوازن دفاعيا متوازن هجوميا، لديه حارس مرمى عملاق اللي هو محمد الشناوي. فقال لك المباراه بتاعتنا طبعا يوم الخميس هتكون مباراه غير سهله بالمره، وعلشان احنا نصعد للدور المقبل علينا نمشي مع النادي الاهلي ما نفقدش طبعا لا نقطه ولا 3 نقاط، لازم نلعب بجديه على الفوز، لان في حاله الخساره او في حاله التهاون او في حاله التعادل مع النادي الاهلي ده يعني ان بالميراس خارج البطوله او خارج الدور المقبل. دي يا جماعه تصريحات مهمه جدا من ابل فيريرا اللي هو المدير الفني البرازيلي طبعا الاسباني، المدير الفني الاسباني لنادي بالميراس البرازيلي. المدير الفني ده جدا يا جماعه، وعنده طبعا حته ان هو يهدي اللعيبه قبل المباراه، حتى التصريحات دي تحس ان هي في صالح النادي الاهلي، ولكن على النادي الاهلي انه يكون عنده الحذر الكامل من بالميراس، لان فعلا في حال تعثر النادي الاهلي زي ما تعثر نادي بالميراس هيكون خلاص بنسبه 70-80% النادي الاهلي هيكون خارج الدور المقبل دور ال16. فالنادي الاهلي لازم يطلب حتى في المقابل لازم النادي الاهلي ياخد حذره من بالميراس. وقال لك صح، وقال لك من ضمن التصريحات بتاعت فيريرا قال لك احنا نعلم جيدا النادي وسبق لنا ان احنا التقينا مع النادي الاهلي عده مرات في بطوله كاس العالم للانديه، وسبق لنا ان احنا فزنا على النادي الاهلي، ايضا النادي الاهلي سبق ليه اللي هو يفوز علينا خاصه في بطوله كاس العالم للانديه اللي كانت مقامه في قطر. فقال لك النادي الاهلي نادي كبير طبعا ولدينا المعرفه الكبيره بالنادي الاهلي، ويمتلك طبعا خط دفاع زي ما قلنا وخط هجوم وحارس قوي. فبالتالي يا جماعه كابتن محمود الخطيب واداره النادي الاهلي عارفه مدى اهميه المباراه طبعا ومدى عدم التعثر طبعا قدام بالميراس، حتى رصد مكافأة مالية تتجاوز تقريبا كل لاعب 3 مليون جنيه في حال الفوز على بالميراس البرازيلي باذن الله يوم الخميس المقبل. عامه دي يا جماعه تصريحات مهمه وتصريحات من مدير فني محترف كبير طبعا، واشاده بالنادي الاهلي وقوه وعظمه النادي الاهلي. نتمنى التوفيق طبعا للمارد الاحمر في المباراه المقبله والجوله الثانيه من كأس العالم للأندية الأهلي في مواجهة بالميراس البرازيلي. ما تنسوش في النهاية الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس على إشعارات الكل علشان يوصلكم كل جديد. كان معكم قناة تحليلاتكم، السلام عليكم.